أهلاً ومرحباً بكم أصدقائي في نشرة جديدة من أخبار النادي الإفريقي. أخبار اليوم تحمل في طياتها كواليس ساخنة من الميركاتو الشتوي وتطورات مهمة داخل الفريق، مباريات ودية، إصابات متتالية، وأيضاً برنامج البلاي أوف في كرة السلة. خليكم معنا إلى النهاية. نبدأ أخبار اليوم من سوق الانتقالات الشتوية، والخبر الذي أحدث جدلاً واسعاً داخل أروقة النادي الإفريقي وهو تسريب نسخة من عقد اللاعب محمد دراجر. العقد المسرب يظهر إمضاء رئيس النادي محسن الطرابلسي ووضع جميع البنود المتفق عليها. في المقابل، اللاعب لم يوقع إلى حد الآن، وهو ما فسره البعض بانتظار فسخ عقده مع فريقه الألماني قبل الإمضاء الرسمي. إدارة النادي الإفريقي خرجت سريعاً عن صمتها ونفت عبر صفحتها الرسمية صحة الوثيقة المسربة، ودعت جماهير الفريق إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات وعدم تداول أخبار حساسة من شأنها الإضرار بمصلحة النادي وتعطيل المفاوضات. ومن موقعنا نؤكد على نقطة مهمة: حتى وإن كان الهدف السبق الإعلامي والحصريات، مصلحة الفريق تبقى دائما فوق كل اعتبار، فمثل هذه التسريبات تمس من هيبة النادي وتربك الجماهير. وفي سياق الانتقالات أيضاً، دخل النادي الإفريقي في مفاوضات متقدمة مع اللاعب الليبي الشاب مروان الزقوزي، لاعب المنتخب الأولمبي الليبي. الزقوزي من مواليد 2006 يشغل خطة متوسط ميدان هجومي، سبق له اللعب مع الاتحاد الليبي والميريا الإسباني، ويعتبر من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الليبية. صفقة إن تمت قد تكون استثماراً مهماً للمستقبل وورقة رابحة للفريق في قادم المواسم. ميدانياً، خاض النادي الإفريقي اليوم مباراة ودية أمام شبيبة العمران في الحديقة ألف دون حضور الجمهور. المباراة انتهت بالتعادل السلبي، وشهدت غياب شرف الدين عون لأسباب فنية، إلى جانب غياب توفيق الشريفي وياسين بوعبيد لأسباب صحية. المدافع حمزة بن عبدة العائد من الإصابة شارك في الدقائق الأخيرة، بينما منح المدرب فوزي البنزرتي الفرصة لجميع اللاعبين بنفس توقيت اللعب في إطار تصفية الرصيد البشري قبل تربص القنطاوي الذي ينطلق يوم 2 جانفي. النادي الإفريقي سيخوض مباراة ودية قادمة يوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 أمام نادي البعث الرياضي ببوحجلة، ثم يتحول إلى سوسة للدخول في تربص مغلق تتخلله مباراة ودية ضد النادي الرياضي بحمام الأنف يوم الأحد 4 جانفي 2026. بالعودة إلى الوضع الصحي، تعرض المدافع الجزائري توفيق الشريفي لإصابة عضلية خلال التمارين تستوجب راحة لا تقل عن أسبوع. الإصابات العضلية أصبحت هاجساً حقيقياً للفريق هذا الشهر بعد إصابة حمزة بن عبدة ثم فيليب كينزومبي والآن توفيق الشريفي. نتمنى الشفاء العاجل والعودة السريعة لجميع اللاعبين المصابين. نختتم أخبار اليوم بكرة السلة، حيث تم سحب رزنامة مرحلة البلاي أوف للبطولة الوطنية. برنامج النادي الإفريقي سيكون كالتالي: الجولة الأولى ضد الملعب النابلي يوم 29 ديسمبر في قاعة الجورجاني. الجولة الثانية خارج الديار أمام شبيبة القيروان. الجولة الثالثة ضد النجم الساحلي في قاعة حمام سوسة. الجولة الرابعة أمام شبيبة المنازة في الجورجاني. الجولة الخامسة ضد الاتحاد المنستيري في قاعة المنستير. كل التوفيق لفرع الشيخة، والآمال معلقة على هذه المجموعة لتحقيق كل الألقاب المحلية الممكنة هذا الموسم. هذه كانت أبرز أخبار اليوم وكل ما يخص كواليس النادي الإفريقي. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات، وإلى لقاء قادم مع أخبار جديدة.